السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ودي قناة فاهم تشيس. أول حاجة يا جماعة أنا قلت بس نور الأوضة اللي فوق عادي، اللمبة العادية، فقالوا لي بس في فرق يعني في الإضاءة يعني، ولا الأول كان أحسن؟ لأن أنا مش عارف، ساعات لما يعني بعيد النور بحس إن الكاميرا أحسن شوية، وغير كده أنا ما عنديش إلا مصدر إضاءة واحد اللي هو الرينج لايت ديت، فأنا ممكن كمان يعني أشتغل على الإضاءة دي، يعني ممكن مثلا أجيب إضاءة مثلا كمان في الجنب بحيث إنها تخلي الوش يكون أحسن وكده. ولكن قولوا لي برضو، هل إضاءة الأوضة كده كويسة، ولا ممكن أحسن الإضاءة اللي قبلها والإضاءة اللي فاتت كانت أحسن؟ طيب، الجيم ده يا جماعة أنا لسه لعبه، كنا الساعة بعد الفجر النهاردة من شوية يعني. فالجيم ده الصراحة كان جميل جدا، لعبته ضد واحد تقييمه 2000 وحاجة و60، تمام. طبعا انا كنت قايل لكم ان انا كنت كاسر ال 2000 اصلا قبل كده، ولكن في الحساب ده يعني ما كنتش بلعب اصلا، فيعني تقييمي فيه نزل جامد، ماشي. فانا عملت حساب جديد عادي على تشيز دوت كوم، وتشيز دوت كوم قيمني ان انا فوق ال 2000، تمام. فانا لعبت كام جيم كده، ده اخر جيم لعبته. الجيم ده 27 نقله، بس جيم جامد، جيم جامد يا جدعان والله. فاتمنى الجيم ده يعجبكم. كنت انا بلعب هنا بالقطع البيضاء، هنا تقييمي حاليا 2032، بلعب ضد اخينا ار ال ام ده مش عارف مين، تقييمه 2059 من الفلبينز. طيب، الجيم انا هبداه ازاي؟ هل انا هلعب بدأ ملك، ولا بدأ وزير، ولا انجلش، ولا هلعب ايه بالظبط؟ هنا قررت ان انا ابدا بدأ ملك اي 4. اي 4 از ذا بيست باي تيست، لان انا اصلا بدات رجعت تاني العب اي 4 يعني، والجيم ده لعبت الاسكوتش. هنا رد عليا اي 5، ما ردش عليا بالصقلي، ما ردش عليا بالفرنسي، ما ردش عليا باي حاجه من دول، رد عليا باي 5 عادي. لعبت له نايت اف 3، قلت له حياه البيدق. لعب لي نايت سي 6، حمايه البيدق. وهنا لعبت له افتتاح الاسكوتش، لعبت له على طول دي 4. وهنا بعد ما اكل بدأ في بيدق، انا ما رجعتش البيدق ولعبت السكوتش العادي. انا لعبت بيشوب على السي 4، السكوتش جامبت. دلوقتي حتى الان كل ده افتتاح، يعني بوك موف معناه ان هو افتتاح. دلوقتي الفيل بتاعي سوبر اكتف، باصص على مربع الاف 7. وهنا بقى هو تحسه يعني ما اعرفش، ما حبش يخش في ان هو مثلا يلعب بيشوب سي 5 ويخش في المين لاين وكده. قرر هنا ان هو يلعب بيشوب على الاي 7، نقله بوك موف عادي، والجيم ماشي كده كده كويس. هنا قررت ان انا ارجع البدأ بتاعي. اكل حصان في حصان، ودي مش افضل نقله يعني، ما كانش ما يرجع الحصان يعني، ما كانش ياكل حصان في حصان، كان احسن. هنا كان ممكن يلعب نقلات تانية، كان ممكن يلعب مثلا دي، او يطلع الحصان التاني يضغط على البيدق، ولو دفعت عليه يقوم واكل بالحصان عادي، فكان قدامه كذا نقل احسن يعني. ولكن هو قرر ان هو هنا ياكل حصان في حصان. حتى الان يعني انا ممكن كمان افتح لكم هنا الانجن اهو، معايا تفوق نص يعني، مش تفوق حاجه يعني. هنا انا قررت ان انا ارجع البدء بالوزير، ضاغط على المربع ده وعايز الرك وراه. قرر هنا انه يلعب النقله الواضحه ويلعب نايت على الاف 6. بيست موف على الانجن، دي بيست موف على الانجن اصلا. ولكن هنا انا البوزيشن بتاعي رائع، انا البوزيشن بتاعي انا مرتاح جدا جدا جدا. الفيل اكتف، الكوين اكتف، وجاهز ان انا بايت وروك تبقى اكتف. وشايف بدأ الاي 4 ده جاهز ان يتلعب اي 5 في اي لحظه. هنا انا قلت ايه؟ قدامي ان العب اي 5، قدامي ان اطلع الفيل، قدامي ان ابيت. ولكن انا فضلت ما بين النقلات وما خدتش وقت ولعبت اي 5، لعبتها في 10 ثواني. اي 5 مش احسن نقله، هنا بيقول لي مثلا طلع الحصان، طلع الفيل، ولكن انا لعبت اي 5 على طول عشان انا مش عايزه يبيت. لو بيت ساعتها الهجوم بتاعي يبقى ضعيف شويه، فانا قلت ايه، الحق اضغط على الحصان بتاعه قبل ما يبيت. هنا قعد يفكر شويه اخينا، ولعب نقله بلندر. بلندر من الافتتاح 2000 وحاجه و60، ولعب بلندر في الافتتاح، ايوه. لعب لي على طول، قال لي ايه، سي 5. انت جاي ضغط على الحصان بتاعي، وانا جاي عايز الكوين، لو كلت الحصان بتاعي هاكل الكوين. ولكن هنا طبعا انا ما فكرتش كتير، وقلت النقله دي بلندر ليه يعني. انا كنت طبعا احنا بنلعب في الجيم، مش ظاهر لي انها بلندر، بس هو لعب لي سي 5، قال يعني حسيت ان هو عايز ياخد عليا تيمبو. ولكن انا قلت ما انا ممكن اكمل ضغط. ايه الفكره بتاعتي؟ لعبت هنا بيست موف واونلي موف على البوزيشن ده، كوين على الاف 4. اونلي موف في الشكل ده ليه؟ اونلي موف يعني اي نقله غير كده انت هتديله هو تفوق، او هتضيع التفوق اللي عندي. دلوقتي انا طالب حصانك يا عم بالبيدق. دلوقتي انت حبيت تطرد الوزير بتاعي، صح؟ دلوقتي انا قلت بقى ان انا لو جيت بالكوين هنا، وفكر هنا ان هو يحرك حصانه في اي مكان، يقول لي مثلا هات الكوين بتاعتك هنا تشيك ميت، عشان الفيل كان باصص على المربع. ففكره ان انا جيت كوين على الاف 4، ان انا تنيني باصص على مربع الاف 7 بالاكس راي، فامنع حركه الحصان. يعني الحصان ده لو فكر يتحرك هنا يا عم اهي تشيك ميت في حمايه الفيل. فانا فكرت فيها كده، ان انا لازم اتنيني ضاغط على المربع ده بالاكس راي. هو خد ان انا داخل اضغط على الحصان اكتر، ولعب هنا نقله كوين سي 7. هو ما عندوش نقلات، لعب كوين سي 7. فكر كوين سي 7، ممكن يكون هو مش شايف يعني ان في فيل محترم هنا واقف على مربع السي 1 حامي الوزير. يعني انا ما اعرفش مثلا اكل الحصان عشان الوزير مش محمي، ما اعرفش هو لعب النقله ديت، ما اعرفش فكرته ايه. لعب كوين سي 7، انا معايا هنا تفوق 5 على الانجن.
قررت هنا طبعا ان انا اكل الحصان ومعايا قطعه زياده. قرر هنا ان هو ياكل وزير في وزير، وبعدها انا اكلت بالفيل، وهنا اكل البيدق. حتى الان لو بصينا على البوزيشن، هو عنده بس بدأ هنا يعني ضعيف سنه، هو كده كده بس بيتحمي بسهوله. عندي انا 3 بادئ هنا كونكتد، 3 بادئ كونكتد، وعايز اكمل انتشار عادي. قررت ان انا العب نايت على السي 3، احمي البيدق الاول ده ان هو مطلوب طالبه دلوقتي بالفيل ورا الروك، فقررت ان انا اطلع بالحصان احمي البيدق. وحتى الان تفوق 5 على الانجن. قرر يعمل تبييت، بيت خلاص الملك، وانا كمان قررت ابيت، وحتى الان كل حاجه كويسه. هنا خصمي قاعد يفكر شويه. هنا لو تلاحظوا انا معايا 8 دقايق و40 ثانيه، يعني استهلكت دقيقه و20، وهو كمان نفس الكلام، يعني انا هو في نفس رينج الوقت. قرر هنا ان هو يلعب نقله A6. فكره A6 ان هو عايز يلعب B5 ويطلب فيلي، صح؟ وبرضه عنده افكار ان هو بعد B5 ان هو يبدا يدعم البدأ ده مثلا بالنقله ديت، او يحاول يدعم البادئ بتاعته ويعمل هيكل بيدقي على جناح الوزير. هنا انا قررت ان انا العب A4 على طول. فكره A4 ان انا بمنعك من B5 على طول، لان انت دلوقتي لو فكرت تلعب B5 هاكل بدأ في بدأ، ولما تاكل هنا خد بالك الروك ببلاش، فانا ممكن اجي اكل الروك بتاعتك. هتقولي ما انا اكل فيلك، اقول لك يا عم انا خدت روك يا عم مقابل فيل، انت بتقول ايه؟ فانا منعت نقله B5. هنا طبعا هو قرر قعد يفكر شويه كده، وبعدين راح لاعب روك على الدي 8. فكره روك على الدي 8 ان هو عايز يلعب دي 5. فكره دي 5 قويه، ولكن هو حتى الان دعم النقله بس بالروك بس، صح؟ فلو لعب دي 5 وهي مدعومه بروك بس، انا باكل البيضه. ولكن فكرته التانية ان هو جاي يلعب روك دي 8 عشان يعني يدعم نقله دي 6 مش دي 5. دي 6 يحمي البدأ المعزول ده. وكان هو دلوقتي المربع ده كان مطلوب بالفيل، فقرر ان هو يلعب دي 6 عشان يبقى في حمايه الروك، ولو كلت بالفيل ياكل بالروك. حتى الان الوضع ماشي ممتاز. هنا قررت العب بيشوب اي 3، رجعت بالفيل بتاعي ضاغط على البيدق ده، لان انا عارف ان هو هيدعمه دلوقتي. راح هنا لعب دي 6 حميت البيدق، وحتى الان الشكل مكسب ليا. هنا بقى يا شباب لو تلاحظوا انا دلوقتي الحصان بتاعي مكانه مش عاجبني. فدلوقتي لو انت فكرت لمربع قوي جدا على الرقعه للحصان، هو اكيد مربع الدي 5. انا اللي كان مانعني ان انا العب نايت دي 5 على طول، مع انها بيست موف على الانجن، يعني النقله الاولى على الانجن دلوقتي ان انا العب نايت دي 5 على طول. اللي كان مانعني ان انا لو لعبت نايت دي 5 هيجي على طول ياكل البيض. انا كنت عايز امن البيضه الاول، فقررت العب روك ايه على البي 1 بحيث ان انا احمي البيضه واخش على طول نايت دي 5 بعدها. يعني نايت دي 5، طب تعالوا كده نشوف لو انا كنت لعبتها على طول. لو لعبت نايت دي 5 على طول، قرر هنا يلم البيضه. هنا الانجن بيقول لي يلعب دلوقتي روك ايه على البي 1 نطلب الفيل. طب لو رجع تاني مثلا، رجع هنا مثلا، ها عندي ايه؟ عندك A5، عندك نايت اي نايت اي 7، نايت اي 7 بتشيك. وبعدين يعني هتلاقيها فكره اكتيفيشن، يعني دلوقتي انا سبت البدء مقابل اكتيفيشن، ولكن انا قلت ليه التعب ده كله؟ حميت البدء بتاعي، قلت العب نايت دي 5 النقله الجايه. لعب لي ايه الباشا؟ لعب لي بيشوب دي 7. بيشوب دي 7 انا كنت ملاحظ انها قطعت اتصال الروك بالبيضه، ولكن انا ما عنديش حاجه ضغط عليه للاسف. فقررت ان انا اكمل في خطتي نايت دي 5. نايت دي 5، وحتى الان حصاني مكانه ممتاز، يعني ممكن طالب اجي هنا، طالب اكل الفيل دلوقتي واعوج له البيادق، طالب كذا حاجه، فحتى الان انا ممتاز جدا. قال لي يا عم انا هلعب بيشوب سي 6. لعب لي بيشوب سي 6 هنا، قال لي ايه انا حاطط الحصان بتاعك. ولكن اللي هو مش فاهمه ان انا هنا انا كنت جاي هطلب دلوقتي فيلك والركك، ولكن انا هنا برضو من اهدافي ان انا كنت جاي اطلب الفيل ده بحيث ان انت لما تاكل اعوج لك البيادق، وكمان اشيل فيلك الاسود ويبقى مربعاتك السودا ديت ضعيفه. يعني اعرف دلوقتي استغلها ببيشوب هنا مثلا واحبس الملك، ويبقى مربعات السودا دي عندك ضعيفه جدا. فهنا طبعا انا اكلت الفيل بدون تفكير، من افضل النقلات على الانجن. بيقول لي اي 5 كانت احسن، ولكن انا دي حسيتها من افضل النقلات على الانجن. بعد ما اكل بالبيدق قررت هنا طبعا، انا شفت الاضعاف، شفت المربعات الضعيفه دي، وهو ما عندوش فيل اسود يحميها. لعبت الاول هنا بي 3 ادعم البدء بتاعي اللي مطلوب بالفيل. حتى الان الماتش ماشي جميل، انا قاعد بلعب كويس نقلات، يعني يا اما بيست يا اما النقله التانيه على الانجن، فبلعب حتى الان كويس، ما ولا غلطه ولا مستيك ولا اي حاجه. والجيم 27 نقله وضد واحد 2000 حاجه و60، فانا مبسوط. انا مبسوط الصراحه من الجيم ده، يعني الجيم لعبته كويس جدا، واحنا لحد دلوقتي ما عملتش ولا غلطه. اخونا طبعا انا كنت نفسي يستسلم من اول ما عمل البلندر بتاع سي 5 ده، ولكن هو استسلمش. قلت خلاص احاول اتنيه متماسك والعب صلب، وهو كده كده هينهار لان هو معاه قطع اقل، فهيخسر كده كده. لعب لي هنا بقى دي 5، هات الفيل بتاعك يا باشا. طيب هنا ما اعرفش اكل طبعا عشان محمي بقطعتين. فقررت ان انا ارجع بيشوب على الاي 2. بيشوب اي 2 حسيتها كويسه، مش عايز ارجع هنا عشان يعني ايه ما يدفعش كمان دفعه وكده. لعبت بيشوب اي 2. راح هنا قرر انه يلعب لي دي 4، هات الفيل بتاعك، ولكن هو ما يعرفش ان انا اصلا اروح بالفيل اتش 6 ده، يعني بالنسبه لي ده افضل مكان للفيل، لان هو بيحبس الملك ده ما يعرفش يطلع، ويبقى عندي افكار ان انا اعمل دبل روك هنا مثلا وانزل اديله كشات هنا وفي متات، يعني طبعا بعد ما في قدام دلوقتي في البوزيشن هتفهموا انا بقول ايه. لعب لي هنا كينج اتش 8. انا ما فهمتهاش الصراحه، يعني ما مش حاسس ان انا فهمتها خالص، لانه ايه الفايده يعني.
ممكن يكون عايز يجيب الروك بتاعته هنا يعني، بس مش عارف. حتى الان انا بلعب كويس وبفكر، قررت ان انا دلوقتي شايف ان البدأ ده ضعيف، فلعبت بيشوب سي 4. هات البدأ يا عم اللي على الاف 7. دلوقتي البدأ ده هتحميه ازاي؟ هنا قاعد يفكر شويه اخونا، وقرر انه يلعب روك دي 7 حمايه البدأ. ها هتعمل ايه؟ دلوقتي قعدت افكر شويه، انا بقى قلت خلاص انا هكمل انتشار عادي واستغل الافضليه اللي معايا. حتى الان الافضليه قرب الخمسه. روك اف على الاي 1. حتى الان جبت روك على العمود. عندي افكار ان انا اعمل دبل روك، ودلوقتي لو انا جوزت الروك وبعدين نزلت هنا بكش هيبقى في كشمات صح؟ يعني لنفترض دلوقتي البوزيشن هو لعب اي نقله. انا اقول لكم الفكره اللي في دماغي، عايز العب روك اي 2، لعب اي نقله. عايز العب روك اي 1، لعب اي نقله. بصوا بقى هنزل له انا بقى بروك هنا بكش، وبعدين لما ياكل هديله كشمات. هي دي الفكره اللي في دماغي اللي انا عايز اركبها من الصبح، لان انا دلوقتي شايف ان الفيل ده حابس الملك، ومفيش الا الروك دي اللي حاميه الصف الاخير. فانا حبيت ان انا اركب الفكره دي في دماغي. فبعد روك على اف على الاي 1 قرر هنا انه يلعب روك جي 8. روك جي 8 جاي بيحمي الملك اكتر، ويعني ايه مخلي وضعه صلب، ولكن برضه هي نفس الفكره، انا عايز اعمل دبل روك وانزل هنا على الصف الاخير. هنا الانجن بيقول له العب جي 3. الانجن هنا بيقول له العب جي 3، بيقول لي العب كذا حاجه يعني. بيقول لي انا مثلا العب جي 3. فكرت في جي 3 الصراحه، يعني انا كنت عايز العب جي 3 الاول عشان انا عارف ان البدأ ده مطلوب، يعني مطلوب دلوقتي بالفيل وبالروك. ولكن جي 3 حسيت ان الفيل ده انا بديله مربعات البيضه كلها، يعني مربعات البيضه دي هيبقى باصص عليها كلها. ما حبيتش الجو، مع ان ما فيش حاجه هتموت ولا حاجه، بس انا ما حبيتش الجو فلعبت له ايه اف 3. اف 3 نقله كويس يعني، هي كويسه بس المشكله انها بتسيب بيضه. بس انا قلت يعني بعد ما ياكل البيضه انا هدفع له، يعني انا دلوقتي البيضه ده انا عارف ان البيضه ده مربوط فمش هعرف ياكل، يعني لو كله دلوقتي بالفيل مش هعرف اكل. بس انا قلت العب دي، يعني النقله دي. ودي طبعا بتدي تفوق كده كده، يعني انا دلوقتي كده كده معايا تفوق، يعني دي مش بلندر. يعني النقله اللي هي ان العب اف 3 دي مش بلندر، نقله موجوده عادي على الانجن. يعني انا سبت له البيضه بس مقابل دي ما عملتش دي على طول، بحيث ان المربعات دي ما تبقاش ضعيفه. ماشي مهم يعني. قرر انه يلعب بي 5 بقى. قال لي يا عم يلا انا داخل عليك، يلا بي 5. قلت له يا عم اكل بدأ في بدأ، وبعد ما تاكل بالبدأ هرجع عادي بالفيل بتاعي هنا. ها. قرر هنا ان هو ايه ياكل بدأ اللي على الاف 3. انا عارف ان انا ما اعرفش اكل، فلعبت له هنا على طول جي 3. وحتى الان معايا تفوق وفاضل نقلتين والجيم يخلص. قرر هنا اخونا ان هو يلعب بيشوب على السي 6. طبعا انا يا جدعان الجيم انا مش شايف فيه تحليل. يعني انا لو المفروض احلل تقولوا لي مثلا ايه، طب ما تحلل يا عم بعمق ومش عارف ايه. هو فين العمق؟ كلها نقلات يعني واضحه، وانا بلعب لعب صريح ولعب واضح ولعب سهل. هو عمل بس بلندر جامد في الافتتاح، ولكن الجيم انا انبسطت ان انا كسبته. لعب لي بيشوب سي 6، يعني بيشوب سي 6 رجع بالفيل. رحت لعبت له روك اي 2، واول ما شاف الفكره بتاعتي استسلم، ان انا عايز اجيب روك اي 1 وانزله دلوقتي اركب مات تحت. هي دي فكرتي، انا واضح وصريح. لقيته استسلم من الجيم وخلاص استسلم. لعبت الجيم بدقه كام؟ هنا يا جدعان انا لاعب الجيم بدقه، ثواني اجيبها لكم اهي. بدقه 90%. بدقه 90%. تقييم اداء 2400. ثواني كده، هي راحت فين؟ ثواني. تقييم اداء فين؟ انت فين تقييم الاداء يا جدعان؟ اهو. اهو لعبت بدقه يا جدعان اهي. هايلايتس اهي. لعبت بدقه 90%. طبعا انتوا مش شايفين عشان انا بس مكان الكاميرا. لعبت بدقة 90%. تقييم أداء 2400. افتتاح بدقة 100%. وميدل جيم بدقة 85%. وانبسطت الصراحة لأن أنا لعبت الجيم 27 نقلة، ما هو مش جيم صغير. وتماسكت ولعبت بدقة كويسة جدا، ولكن هو اللي لعبه للأسف سيء. هو ما عملش إلا بلندر واحد، لكن لعبه كله كان كويس. هو بلندر سي 5 ده بس، ولكن بقيت لعبه كان كويس. فالجيم ده يا جدعان عجبني. والحمد لله يعني يا جدعان، يعني الواحد في الحساب الاولاني ده الصراحه انا كده كده الحساب ده برضه هسيبه، اللي هو ال 1600 ده، ولا لان انا كده كده الحساب ده ولا العب بيه على الستريمز معاكوا وكده، هيبقى الحساب ده فاهم، مش على الاعصاب. الحساب ده بس ايه للرانك، الحساب اللي هو فوق ال 2000 ده، ده مع نفسي لتزويد بقى التقييم بقى الرابد، واحاول ان انا اعلي تقييمي فيه، وحتى اعمل فيه الممبرشيب فظبطه كده. اما الحساب التاني ده بقى للستريم فور فن كده. ولكن انا انبسطت حتى الان، انا الواحد مبسوط من الجيم اللي لعبه. اتمنى يكون الجيم عجبكم. الجيم صلب وما فيهوش يعني بريليانت ولا حاجه، بس الجيم حلو يعني. مكسب ضد 2059 وكان 2000 حاجه و60، بس انا نزلته يعني. فالجيم كان جميل، الجيم الصراحه كان جميل يا جدعان. يعني الحساب اصلا لسه عامله 4 ايام اهو. الجيم كان جميل. اتمنى تكونوا استمتعتوا. وبس يعني اشوفكم. انا النهارده هعمل فيديو، كمان عن ازاي تكسر تقييم الالف. الفيديو ده هيبقى جميل جدا 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 يا جماعه، هخليه فيديو ممتاز. هحاول كمان اعمل فيه مونتاج شويه، اتعب في المونتاج شويه يعني، عشان ما مش بعمل مونتاج يعتبر في الفيديوهات الا القصقصه. فحاول اعمل مونتاج حلو. وبس هعمل مونتاج وهنزل الفيديو ده. انا عارف ان هو هيعجبكم جامد. ازاي تكسر تقييم الالف، ازاي بقى تعلي تقييمك، ازاي تشوف مشاكل افتتاحك، ازاي تطلع من ليفل 100 و200 لحد الالف ان شاء الله. وانا هو زي ما شايفين اهو، انا ماشي على حاجات سيمبل ويعتبر كسر الالفين اهو.
وبس اشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي. بحبكم. سلام.